كان يا مكان ولا الكلام اللي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيلمنا النهارده يا جماعه اسمه كونان ذا بارباريان. فيلم خيال علمي، اساطير بقى وحاجات كده هتشدك من اول فيلم لاخر الفيلم. خليك معانا واوعدك هتتبسط. القائد ده قائد قبيلة سيميريا، عطى لكل شاب من دولت بيضة يحطها في بقه، واللي هيلف حوالين الجبل ويرجع بيها سليمة هيكون هو المحارب الأشجع. وخد كونان البطل ده وهو ابن القائد، خد البيضة في بقه وجري مع الشباب، وهم بيجروا في قلب الغابة بيضربوا بعض، ولكن ظهر مجموعة من الهمج، وباقي الشباب لما شافوا الناس ديت خافوا وهربوا من المكان. ولكن كونان قرر ان هو يكمل، وبالفعل الجري يكمل التحدي لوحده. ولكن واحد منهم بيحدفه بحبل وبيقع على الارض، فك نفسه بسرعه. حصل يا شباب ان هو قدر يضربهم كلهم، ورجع لوالده قدام الناس كلها براس الاربع رجاله دولت، والبيضه لسه في بقه سليمه، والكل مذهول. بالليل بقى قال له ابوه سيبك بقى من السيف الخشب ده وتعالى اعلمك، وعلمه ازاي يصنع سيف ما يتكسرش بالنار والتلج. تاني يوم كان كونان في الغابة، ووصل جنود كتير من الهمج دول واحتلوا القرية وبدأوا يموتوا في شعب. دخل كونان المعركة وضرب فيهم برضه، وهو بينادي على ابوه خد سهم وخد ابوه جوه الدار. والقائد خالر ده بيقول له اركع امامي دلوقتي وانضم للجيش بتاعي وانا سيبك تعيش. قال له في يوم من الايام قبائل سيميريا هتتجمع تاني، وهيكون ده اسود يوم في حياتك، وحكمك هينتهي على ايدينا. قال له انت عارف انا هنا ليه؟ في قطعة من التاج ده موجودة عندك هنا، هاتها وانا سيبك تعيش. قال له انا افضل الموت احسن. بقول لكم ايه، في عجالة كده نفهم موضوع التاج ده. بيقول لك ان كان مملكة اشيرون الحكام بتوعها صنعوا تاج من السحر الاسود، مستخدمين فيه الدم الملكي بتاع ولادهم البنات، وده عشان التاج ده يديهم قوة كبيرة يتحكموا فيها من العالم، ويقدروا يهزموا اي قرى او اي بلد قدامهم بكل سهولة. ولكن الوحيدين اللي هم تصدي لهم هم البربرة، وفي حربهم مع البربرة دولت اتكسر التاج، وكل قبيلة خدت جزء عندها عشان يضمنوا ان التاج ده ما يتجمعش تاني. ولكن كان عندهم نبوءة ان في ملك هيقدر يجمع التاج ده من تاني، وفي نفس الوقت ده هيكون في محارب صغير بيتولد وهو شجاع جدا هيقدر ان هو يتصدى لصاحب التاج ده ويهزمه من تاني. وطبعا احنا وصلنا للوقت ده، وكونان الواد الصغير ده هو اللي عليه العين. نرجع لحكايتنا من تاني. طبعا ابو كونان ده مرضيش يقول له على مكان القطعه دي، قام ضربه بالخنجر، وراح كونان داخل وقاطع مناخير المساعد بتاع الحاكم ده، وراح معور الحاكم نفسه في ودنه، ولكنهم ضربوه. دي بقى بنت الحاكم وهي ساحرة، قالت له يا بابا انا حاسة ان القطعة قريبة في مكان ما هنا، وقعدت تدور عليها لحد ما لقيتها بنت الحرام. يلا احرقوا المكان كله. هو قاطع الحبل اللي بينزل الولع على ابوه، وجيري كونان يمسك السلسلة بيحاول ينقذ ابوه يقول له سيبني وامشي، وهو مش راضي، والولع عمالة تحرق في ايده، والتاني عمال يقول لقد اكتمل القناع وزمن الشر قادم. وابوه راح موقع الولع على نفسه عشان ينقذ ابنه. وكونان هنا يا جماعه ايده زي ما انتم شايفين بايظه من الولعه وهو بينقذ ابوه، وحل الخراب والدمار في المكان كله. لايك واشتراك ويلا نكمل، الدنيا هتحلو. وكبر كونان طبعا وهو لسه بيدور على الراجل اللي قتل ابوه، وده صاحبه بيقول له المكان ده يا عم عباره عن مستعمره للعبيد، وانت مش هتلاقي الراجل اللي انت بتدور عليه هنا. ولكنه قال له انا مش عاوز اشوف حد متقيد في سلاسل ابدا حتى لو عبيد. وكان معاه مجموعة من صحابه وقعوا حجارة على المكان، ونزل المعركة وقعد يضرب في الناس اللي هي خاطفة العبيد دي، وراحوا محررينهم. وهو في الخمارة شاف الجنود وفيهم الراجل اللي هو قطع مناخيره وهو صغير جايين يدوروا على حرامي، قام ضارب واحد منهم وقال له يلا احبسني انا اسيرك الان. هو عاوز يوصل يا جماعة المكان الحاكم ده بأي طريقة، وخدوه وحبسوه بالفعل وسلسلوه. قام نازل ضرب فيه وسأله فين مكان قائد الحرس بتاعكم. دخل عليهم راح مموت اللي معاه. انت فاكرني انا اللي عملت فيك كده يا ابو مناخير. بدأ كونان يعذبه وهو بيسأله عن مكان الحاكم اللي بقى اسمه سيد الظلام. قال له في الغابة المحرمة هتلاقيه بيدور على بنت نقية من الدم عشان يكمل الطقوس بتاعته.
المهم عرف منه المعلومات ديت وراح حاطط مفتاح السجن في بقه وراح مبلعه وراح قال للسجناء دول المفتاح بتاع حريتكم في بطن الراجل ده، لو عاوزين تخرجوا من السجن انتوا عارفين بقى هتعملوا ايه. طبعا فشخوه. والحاكم وبنته هنا ماشيين بيدوروا على واحدة نقية الدماء، يعني من اصل ملكي، عشان ياخدوا دمها يستخدموه في سحرهم. وصلوا للمدينة اللي فيها البنت اللي هي اسمها تمارا اللي عليها العين، والمساعد بتاعها قال لها اهربي بسرعة لو وصلوا ليكي هيقتلوكي. اللي مش هيعمل لايك واشتراك هجيله في الحلم. وكونان في الغابة بيدور على خلر، بيحسبوا في العربية ديت على كلام الراجل ابو مناخير ده، ولكنه لقى البنت تمارا دي. ووصل جنود الحاكم وكله بيضرب في كله والهرس شغال، والبنت ساقت العربية وركبت كل الأحصنة لحد آخر حصان. وصل للنهاية وكونان ضرب باقي الجنود، والراجل قائد الجنود ده بيقول له سيبها إنها ملك خلر. قال له خلر ده كده هي من دلوقتي بتاعتي أنا بقى. انت مين يا عم انت؟ انا السميري اللي انتوا حرقتوا قريته كلها وهقلب عليكم الجبال لحد ما الاقيكم وانتقم منكم. ودول طبعا اثروا اهل تمارا، وفضلت الساحره بنت الكلب دي تدوق دمهم، واللي ما تطلعش نقيه الدماء بتقتلها. وجابوا الراهب بتاعهم. انت عارف احنا بندور على مين، احسن لك قول لنا على مكانها واحنا نسيبكم تعيشوا. طبعا مرضيش قام موته. نرجع لكونان اللي مسك الجندي ده وربطه، وهو دلوقتي واخده على المكان اللي كان المفروض يقابل فيه خلر، وبالفعل وصلوا لهناك وقام معلق صاحبنا وحدفوا على المركب بتاع خلر اللي ماشي في الصحراء دي، وكان بعت له رسالة بيقول له قابلني عند حصن شايبور لوحدك. راح كونان والبنت على المكان، ووصل خلر وبنته، وطبعا بسحرها عملت له شوية محاربين من الرمال. كل ما يموته يقوم تاني، ما هو راجل رمل بقى. يا لهوي، هو سالك مع واحد لما تبعتيله كمان دول. البنت ضربت واحد وهربت، وكونان طلع فوق المباني وهم ورا. البنت وقعت تحت، وقدر كونان بعد عناء ان هو يموته. وبدأت العركة بينه وبين خلر. انت مين يا عم؟ قال له انا اللي انت سبتني اشوف ابويا وهو بيموت. انت ابن السميري. وبنته راحت مسممة الخنجر وراحت حادفة كونان بيه واغمى عليه، وخلر عمال يضرب فيه. جدع يا بت والله. ولعوا في المكان وازحوا في البحر، وزميله طبعا كان مستنيهم، وطبعا هم دول دلوقتي متحصرين بيقولوا يا لهوي هرب التاني يعني. بعتلهم جنود على المركب عشان تخطف البنت، ولكنهم عملوا معاهم الصح. وهنا في الغابة خرجت البنت تتمشى، ووصل الجنود وخطفوه. كونان طلع يدور عليها ملقاهاش. كده مفيش غير النهاية بقى. هما هنا اتأكدوا ان هي البنت المطلوبة ام دم نقي دي. راح كونان على مدينة اللصوص، جاب صاحبه اللي هو انقذه زمان عشان هو لص ومفيش قفل بيقف قدامه. دول بيجهزوا البنت للتضحية، وكونان وصاحبه راحوا على اسوار المدينة، وقدر يفتح قفل الخندق بيوصلهم تحت الارض، ونزلوا تحت المية وقتل الكوبرا الكبيرة ديت، وطلعوا من الفتحة دي ووصلوا للمكان اللي هو السجن بتاع الناس الغلابة والعبيد دول. شافوا الغبي ده قام صحيله الكائن الاغرب ده. زميله طبعا اترعب من المنظر، قام حابس نفسه في قلب القفص. راح المعفن ده واخد زميله وخلاه هو فوق الكائن استعدادا لرميه في قلب المية. يا لهوك يا معلم، المفاتيح وقعت منه في قلب المية. وطبعا مع شوية ضرب وعراك ما بينهم قدر كونان هو يغلب الغبي ده، وحدفوا ليه الكائن الكبير ده. قام الكائن واكله وقسمه نصين وانقذ زميله. وكونان هنا وصاحبه شافوهم من فوق القصر وهم واخدين البنت ورايحين بيها على كهف الجمجمة عشان يعملوا الطقوس بتاعتهم. راح وراهم كونان لحد ما وصل للمكان، وهم بيحطوا دم البنت على التاج، واشتغل التاج ودبت فيه الروح من تاني، ولبسه خلر على وشه. وصل كونان حاول يضربه، ولكن البنت وقعت في الحفرة. نزل وراها، والتاني راخر قام نازل وراها.
فك البنت وقال لها هربي بسرعة، وفضل هو وخلر يتعاركوا، والبنات في اليمة التانية بيتعاركوا مع بعض. وراحت فيها البنت الساحرة الشريرة، وكانت البنت هتقع ولكن كونان لحقها ومسكها من السلسلة. وصل خلر اللي بيقول له نفس الامتحان مرة تانية مع السلسلة برضه، وقال له يا ترى هتضحي بمين بقى؟ هتضحي بنفسك ولا هتضحي بالبنت؟ والبنت يا جماعة شكل السحر اللي هم عملوه عليها بيظهر عليها دلوقتي. مرضيش يسيبها برضه يا جماعة، وراح عامل حركة حلوة قوي، قامت وقعت خلر في قلب النار وانقذ البنت يا جماعة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. ما تنسوناش بقى بلايك واشتراك.